الحيوانات والطيور البرية هي جزء من طبيعة وبيئة كردستان الجميلة. عدا عن ذلك هي أرواح لها حق التمتع بالحياة في كل المواسم، والمعروف أن فصل الشتاء عادة يكون قاسيا في كردستان، ومعظم الجبال تغطيها الثلوج، فيصعب على الحيوانات والطيور البرية إيجاد طعام لها. لهذا شكلت فريقا تطوعيا من الناشطين لنثر الحبوب والأطعمة في المناطق الجبلية، وهذا هو الموسم السادس لنا على التوالي لهذا العمل الخيري والإنساني. اليوم ولله الحمد جئنا إلى هذه المنطقة الجبلية لنحمي طبيعة وبيئة بلدنا ونستمر في خدمة الطيور والحيوانات وتقديم الطعام لها. شاركت اليوم في الحملة لأنني من الأشخاص الذين يؤمنون بمبدأ حماية البيئة والحفاظ عليها، فأنا من محبي الطبيعة لأن فيها كل شيء مميز. الأجواء ممتعة وخاصة في الشتاء وقت تساقط الثلوج. خلال هذا الموسم تحتاج الحيوانات إلى الطعام والدفء. التحقت بهذا الفريق منذ مطلع عام 2019. عشقي للطبيعة وتسلق الجبال شجعني على هذه المهمة. إضافة إلى ذلك أشعر براحة نفسية عندما أشاهد الحيوانات والطيور البرية في جبالنا. أنا سعيد جدا بانضمامي لفريق يديره صديقي هوا الذي عرض علي هذه الفكرة، والتي قبلتها برحابة صدر، لأنها جزء من مهامنا وواجبنا كمتسلقي الجبال وكمواطنين، والرحمة مطلوبة. أستاذ هوا، شلون جتك فكرة تشكيل فريق لتنظيم حملات لإطعام الطيور والحيوانات؟ وش وقت؟ في البداية لم نكن نفكر بإطعام الطيور والحيوانات في الطبيعة، ولم نكن نحضر معنا الحبوب وغيرها أثناء رحلة تسلقنا للجبال كهواة. ولكن ذات يوم تحدث أحد زملائنا الذي سبقنا على قمة جبل بيرا مجرون عن معاناة الطيور في البحث عن الطعام، وخاصة خلال موسم الشتاء وتساقط الثلوج. وفعلا صادفنا الكثير من الحوادث التي تتعرض لها الحيوانات البرية والطيور في طريقنا، أغلبها بسبب الجوع والبحث عن الطعام في أماكن غير ملائمة. لهذا فكرنا في تأسيس فريق يخفف الأعباء عنها قليلا، وأول تجربة لنا كانت في جبل أوادي بمحافظة أربيل عام 2016. ننظم هذه الحملات في فصلي الشتاء والصيف. ففي فصل الشتاء وقت تساقط الثلوج تعجز الحيوانات عن الحصول على طعامها، وخلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة نوصل المياه للحيوانات في المناطق التي تعاني من الجفاف. وعادة ما تكون الطيور والماعز البري والأرانب أكثر الكائنات الحية التي تحتاج لمساعدتنا. طبعا سركيشيا وبلام. الحملة فيها نوع من المغامرة أكيد، لأننا نصعد إلى مناطق جبلية يصعب تسلقها. نحن نصل إلى قمم جبال وهي ترتفع عن سطح الأرض بآلاف الأمتار، لنقدم للحيوانات البرية والطيور التي تعودت العيش هناك
بعض الطعام الذي يمكن أن يكفي لأيام، ولكن مهما حصل فهذا من واجبنا نحن كسبنا لياقة بدنية جيدة، وعلينا استغلالها في خدمة الطبيعة. أستاذ هيوة، الأكل اللي تقدموه للطيور والحيوانات شنو هو نوعها؟ نحن لا نعتمد على الأطعمة المعدة للأكل البشري، فقد يكون لها تأثير سلبي على الطيور والحيوانات، ولا نترك الطعام الذي نعده هنا خلفنا حين ننتهي من مهمتنا. وننصح المواطنين أيضا بعدم إطعام الطيور من بقايا طعامهم، فقد يحتوي على بعض المعادن والأملاح والدهون التي تضر بالطيور البرية. نحن نعتمد على الحبوب والأطعمة الخاصة بالطيور، وبشكل عام القمح هو الطعام الرئيسي، كما أن هناك أنواع من البروتين تستفيد منها الطيور والحيوانات بشكل عام. في الشتاء يجب وضع الطعام بالقرب من مصادر المياه وفي الأماكن التي لا تغطيها الثلوج بشكل كثيف، لأن الطيور قد لا تشاهدها أو لا تستطيع الاستفادة منها إلا بعد ذوبان الثلوج، وحينها قد لا تحتاج إليها. نقوم غالبا بوضعها فوق الصخور أو في الأماكن التي نحن متيقنون بأن الثلوج لا تغطيها، وكلما نقترب من قمم الجبال يكون ذلك أفضل. أما في الصيف فلا حاجة لوضع الطعام ونثر الحبوب، لأن الطيور والحيوانات تستطيع الحصول عليه، فقط هي بحاجة إلى المياه، وخاصة المناطق التي تبتعد عن العيون ومصادر المياه. وفي كل الأحوال نحن لا نضع الطعام بشكل عشوائي، بل نوزعه بطريقة علمية، كأن نتابع آثار أقدام الحيوانات أو أصوات الطيور وغير ذلك. الطيور هي المستفيد الأول مما نقدمه من طعام، فهي بعكس الحيوانات البرية سريعة التجاوب والتنقل، وتصل له قبل الحيوانات الأخرى التي تفضل التنقل والخروج من مخابئها خلال ساعات الليل خشية من الصيد والكمائن، وكذلك حفاظا على وجودها من خطر الحيوانات المفترسة. فهي عادة ما تقترب من أماكن الطعام في أوقات متأخرة بعد أن تتأكد أنه لا يوجد خطر عليها، ولكنها إن شعرت بالخطر لا تقترب حتى لو تعاني الجوع لفترة طويلة. نحن نحمل معنا كل ما يتعلق بالإسعافات الأولية لاستخدامها وقت الحاجة. قبل 3 أيام للأسف وقع حادث لأحد أعضاء الفريق في جبل زمناكو أدى إلى إصابته ببعض الكسور في كتفه. تم نقله على الفور بطائرة هليكوبتر. هكذا نتصرف وقت الأزمات والحوادث. السبب هو أن الثلوج تتساقط على قمم الجبال أكثر، والحيوانات التي تكون بحاجة إلى الطعام تعيش هناك، فنحن نذهب إلى قمم الجبال لأخذ الطعام لها. اليوم اكتفينا بالصعود إلى هذه البقعة، لأن الصعود إلى قمة الجبل يحتاج إلى تحضير أكثر يستغرق أياما. يجب أن يرافقنا متسلقو الجبال الذين لديهم خبرة في هذا الجانب. أستاذ هيوة، هل هناك مناطق جبلية تبتعدون عن تسلقها لأسباب أمنية مثلا؟ قبل توجهنا إلى الجبال نقوم بإبلاغ الجهات الأمنية في المنطقة عن طريق جمعية واتحاد متسلقي الجبال، وأحيانا يأتينا الرفض لأسباب أمنية،
ولا يمكننا التوجه إلى بعض الجبال بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة فيها، مثل سلسلة جبال قنديل ومناطق حدودية مع تركيا وإيران. أستاذ هيوا، كيف هي طريقة تواصلكم مع الأعضاء خلال تنظيمكم لهذه الحملات؟ هل عندكم مثلا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لدينا صفحة خاصة بمجموعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ونتواصل من خلالها مع الأعضاء، وهناك الكثير من المدافعين عن البيئة يتواصلون معنا ويريدون العمل معنا. أنا شخصيا ضد إيذاء الحيوانات والطيور وحتى الزواحف والحشرات حتى لو كانت أفاعي وعقارب، لأننا هنا في الطبيعة وهذا مسكنها وبيتها ومكان نشأتها. فأنا سأغادر الطبيعة عائدا إلى بيتي في المدن، وهي تظل هنا ومن حقها العيش، فهي المالك الحقيقي لهذا المكان. هل دعمتكم جهة معينة مثل هيئة البيئة مثلا بالإقليم؟ مع الأسف لم تقم أي جهة حكومية ومعنية بالبيئة بمساعدتنا، وما نقوم به هو على حسابنا إرضاء لأنفسنا. عمل جبار ندرك أهميته جيدا ويتوجب علينا القيام به. الحملات اللي تقوم بها منظمات أو جهات معينة لإطعام الطيور في حالة سقوط الثلوج، احنا ما لازم نتدخل في الحياة اليومية للطيور والحيوانات البرية. هم الحيوانات تعتمد على نفسها، فاحنا ما نفضل إلا في حالات نادرة، مثلا سقوط كميات كبيرة، مثلا أزيد من متر من الثلوج اللي تسقط على الجبال، فهذاك الوقت ممكن إعانتها. تتباين الآراء بخصوص حملات إطعام الحيوانات البرية. هناك من يرى أنها عمل إنساني في الأوقات الصعبة خلال فصلي الشتاء والصيف، وآخر يراه تدخلا سافرا في طبيعة البيئة وفطرتها. بينما ترى الدراسات والبحوث العلمية أن هذه الحملات لا تخدم تلك الحيوانات والطيور، بل العكس، قد تشكل تهديدا على حياتهم. لهذا نحن كناشطين في مجال حماية الطبيعة وحقوق الحيوانات والرفق بها طالبنا بإيقاف هذه الحملات التي قد تسبب بإصابة بعض الحيوانات بالتسمم، لأن بعض الحيوانات البرية لم تعتاد على هذه الأطعمة. إضافة إلى ذلك قد تؤدي هذه الحملات إلى تكاثر بعض الحيوانات البرية على حساب حيوانات أخرى قد تخل بالتوازن بينهم. ولا ننسى احتمالية أن يستغل الصيادون هكذا حملات ويكتشفوا وجود حيوانات كانوا يبحثون عنها. من ينتقدنا عليه المجيء إلى هنا ومشاهدة الطبيعة وتقديم الدلائل المقنعة على أن ما نقوم به خطأ. نحن لا نهتم بمن ينتقدنا دون معرفة طبيعة عملنا. يقصد الناشطين أنه قد يستغلون الصيادين طريقتكم ويصطادون بها الحيوانات. لولا أنا نعم، قد نكتشف مكان تواجد بعض الطيور والحيوانات للصيادين، ولكن نحن لا نذكر اسم المكان الذي نعمل به، ونضع الحبوب في أماكن لا أحد يعرفها، ولا نذكر الأماكن في منشوراتنا على مواقع التواصل، لأننا نعرف حقا أن الصيادين قد يستغلون ذلك لصيد أكبر عدد من الحيوانات والطيور ومنها الأنواع النادرة ثم بيعها في السوق. وفعلا خلال رحلاتنا نصادف أنواعا نادرة من الطيور والحيوانات، لكننا لا نستطيع الحديث عنها في وسائل الإعلام للحفاظ على هذه الثروة.
حملات تطوعية جدا مناسبة بالنسبة لمنطقة أربيل وجبال أربيل. هي بتساعد على الحفاظ على البيئة الحيوانية اللي موجودة هون، فبإطعامهم وإكسار بذورهم بمناطق الجبال هي كتير جدا مفيدة للبلد طبعا هون. هذا العمل التطوعي هو عمل رائع وصديق للبيئة ومفيد للكائنات الحية، لأن الحيوانات تشعر مثلنا بالحر والبرد وتحتاج لمساعدتنا نحن البشر. وأنا أشجع كل الفرق التطوعية التي تنظم هكذا حملات بين فترة وأخرى. إذا كان المكان المقصود أمينا وطريق الصعود إليه ليس وعرا، فسأذهب حتما للمشاركة بهكذا حملات تطوعية إذا أتيحت لي الفرصة، لأنها مفيدة وتنم عن روح إنسانية عالية تساعد هذه الكائنات الضعيفة. لا، أنا ما أشارك بالحملات اللي يقومون بها، بحكم أنه أنا عايش بغير مدينة، فأحاول أطعام القطط الكلاب بنظام غذائي معين، أو اللي بالشارع أحاول أطعمهن بالمدينة اللي أنا عايش بيها. الإنسان إذا شاف حيوان جوعان يقدم له أكل، إذا يشوف حيوان متأذي لازم يوديه لبيطرية، فدائما يصير من الإنسان إذا كان نظيف أو كان أخلاق أو كان يحب الحيوان أكيد راح يساعده. طبعا الحيوانات أيضا بحاجة إلى الطعام، بالتأكيد علينا مساعدتهم، وخاصة في فصل الشتاء أثناء تساقط الثلوج، فالطيور مثلا بأمس الحاجة إلى الطعام والحبوب التي لا يحصلون عليها بسهولة. الحيوانات البرية تخشى كثيرا حركة البشر خوفا من القتل أو الوقوع ضحية في شباك الصيادين. قد تتواجد بالقرب منا بعض الحيوانات وقد يشاهدوننا جيدا، ولكنهم لا يقتربون إلا بعد أن نرحل وتختفي آثارنا. وحتى بالنسبة للطيور فلديهم نفس الغريزة. لدينا تجربة عن هذا الموضوع، ففي الصيف الماضي كنا نضع المياه لبعض الطيور والعصافير في الأماكن التي يتواجدون فيها، لكنهم كانوا يبتعدون عن فريقنا مسافة 500 متر ولم يقتربوا إلا بعد رحيلنا، والسبب يعود إلى خوفهم من البشر. تلك هي آثار أقدام بعض الحيوانات التي تعيش في هذه المنطقة، ويبدو أنها تسلقت إلى قمة الجبل. الطبيعة بهذه الكائنات البريئة والجميلة تكتمل عناصرها، بالإمكان أن نجعلهم يشعرون بالأمان والسلام، فهذا موطنهم كما هو موطننا. بإمكاننا تشجيعهم للاختلاط معنا مع البشر، فهم كتلة من الأحاسيس والمشاعر والبراءة. نحن أحيانا نشاهد الحيوانات من بعيد وهم يتصرفون كالأطفال ويحبون اللهو واللعب، ولكنهم مرعوبون، وخاصة عندما يسمعون صوت الطلقات النارية. أبرز المخاطر التي تهدد حياة الحيوانات البرية في كردستان ليس نقص الأطعمة وشح المياه، بل الصيد المستمر لها من قبل بعض الأشخاص والمتنفذين، وأيضا تسييج المناطق الطبيعية وتضييقها على الحيوانات، فضلا عن استمرار قطع أشجار الغابات الذي يشكل أيضا أحد المخاطر على حياة الحيوانات البرية. لذا نحن نطالب بمحكمة خاصة بالبيئة لمحاسبة الصيادين والمتجاوزين على الطبيعة كائنا من يكون، كما يجب إيصال التعليمات إلى كافة أفراد المجتمع لحماية حياة الحيوانات والطيور وحتى الأسماك والبيئة عن طريق الجهات ذات العلاقة بكل طرق، منها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. احنا من أصدرنا تعليمات أصدرنا وياها ملحقات
ملحق بأسماء الحيوانات والطيور البرية الممنوع صيدها، ومقابل كل مخالفة خلينا مبلغ لغرامتها، مثلا من 10 مليون للحيوانات النادرة جدا، و10 مليون 5 مليون، وبها بها غرامات مثلا 500,000 وهكذا. كنت أرى طيورا برية خلال تسلقي للجبال قبل 10 سنوات بكل سهولة كما البشر، لكن حاليا لا أرى كثيرا منها. أتمنى حاليا أن أشاهد ذئبا أو خنزيرا أو أي حيوان آخر. أتمنى أن أشاهد حيوانا بريا عندما أتسلق الجبل وألتقط له صورة. ڕۆڵێکی سەرەکی زۆر سەرەکی ئەبینێ یەک بەدانانی پۆلیس بەدانانی. الدولة لها دور رئيسي في حماية الطبيعة من خلال توفير أكبر عدد من الحراس أو نصب كاميرات مراقبة في هذه المناطق لتقليل ظاهرة الصيد، لكن في ذات الوقت يستطيع الناس أخذ هذا الدور بامتناعهم عن صيد الحيوانات، لكنهم يقتلون الحيوانات ويخربون الطبيعة، فبعض أنواع الحيوانات لا يتكاثر بسهولة وبصيدها تتفاقم المشكلة. نحن بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بعلم البيئة وحماية الطبيعة في المدارس، فضلا عن تفعيل القوانين الخاصة بحماية البيئة والحيوانات في الطبيعة من خلال تنظيم دوريات مستمرة من قبل فرق شرطة الغابات والجهات المعنية في المناطق التي تتكاثر فيها الطيور والحيوانات البرية. كما يفضل لو يتم إنشاء محميات طبيعية في العديد من مناطق إقليم كردستان المعروفة بوجود أصناف من الحيوانات النادرة فيها بشكل رسمي لحمايتها من الانقراض. احنا من ضمن خطتنا خاصة التكيف مع التغييرات المناخية نهتم بالتنوع البيولوجي، فيجب العمل واحنا في خطتنا العمل على إدامة التنوع البيولوجي الموجود والمحافظة على الحيوانات والطيور البرية الموجودة بالمنطقة. نحن سعداء جدا بعد أن تمكنا من كسب أعضاء جدد لفريقنا كانوا سابقا يصطادون الحيوانات البرية. حاليا هم يعملون إلى جانبنا وناشطين في مجال البيئة والرفق بالحيوانات، فكل شخص يستطيع عمل ما نفعله، لكنه بحاجة إلى أخذ قرار صائب واختيار المكان المناسب لإطعام الحيوانات والطيور وحمايتها. نأمل أن تضع الحكومة آلية لتطوير عملنا، وسنكون متعاونين معها طوعا ونقدم المشورة لها. وفي الكثير من الأحيان وضعنا أماكن خاصة للطيور وشاهدنا كيف استوطنت فيها. على أي حال، إن أرادت الحكومة مساعدتنا فنحن سنكون عونا لها، وإن لم تقم بذلك فنحن مستمرون بعملنا.